السلام عليكم متتبعي قناة تربية الطيور. اليوم سنتكلم عن فاكهة الخيار. نعم، فاكهة الخيار. فعلى الرغم من أن الخيار ليس من أنواع الخضر كما هو شائع، بل أحد أنواع الفاكهة، فإن كثيرين من الخبراء لا يمانعون في التسميتين. وهو نبتة بستانية متسلقة من الفصيلة القرعية التي تضم القرع والكوسة وجميع أنواع البطيخ. أوراقه شبه مثلثية كبيرة الحجم، وتشكل مظلة للثمرة من أشعة الشمس والعوامل المؤثرة. وسيقانه قصيرة زغباء، شعرها كثير، ولها أجزاء لولبية تسمى المحاليق تنتشر عليها. لها قشر رقيق أخضر اللون في الوضع الطبيعي، أما حين اصفرار الثمرة فإن طعمها يصبح مريرا أو حامضا بعض الأحيان. ونمط زراعتها غالبا يكون على شكل خطوط منفردة ممتدة على سطح الأرض، تقطف أكثر من مرة على مدار العام. موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا، إلا أن زراعتها توزعت في أماكن عديدة في العالم. تؤكل طازجة حين نضجها بشكل نيء، ويعتبر الجو الدافئ ملائما لنموها. أما عن فوائد الخيار للطيور، فهو يحتوي على الألياف، كما يحتوي على الماء بنسب عالية. يساعد على امتصاص الكالسيوم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تخلص الطائر من السموم المختلفة، لذلك يعمل على تقوية الجهاز المناعي. كما أنه يزيل التشحم، كما يساعد في عملية القلش، ويعالج الإمساك كذلك. الآن سأترككم مع فيديو لطيوري في محميتي وهي تتغذى على الخيار. فرجة ممتعة.